السلام عليكم. اليوم نقدم لكم مربى الحامض او السيترون. هنا عندي 2 كيلو ديال الحامض، حيدت لهم هذيك الراس ديالهم. هنايا غادي نقطعو قطع صغيره وغنرقدو في الماء. هذا هو غنرقدو لينا كامله. هذا هو الماء اللي استخرجت. ما غاديش نلوحو، غادي نديرو في العصير. هنايا غادي ندير غادي نغمرو كامل بالماء، نديرو فوق البوطه يغلي تقريبا، يغلي واحد 10 دقائق. هنايا بعد ما غلا غادي نطفي عليه. ثم دار هذيك الرغوه. هنا نسيت ما قلت لكم ملي كتكون هذيك الرغوه البيضاء ملي كيكون كيغلي، حيدوها من الاحسن باش ما يجيكمش الكونفيتير مر بيضاء. هنا غادي نصفيه هنايا، وداك الماء غادي نحتفظ به حتى هو نديرو عصير، لانه هو داك الروح ديال الحامض ما خصناش نضيعوه، نستافدوا منه. هنايا درت في الاناء سميتو السكر سنيده. هنايا تقريبا درت واحد 350 غرام. عندي هنايا عبرت، ملي عبرت لقيت عندي 1.5 كيلو. هنايا بعد ما غلات سنيده غادي نضيف عليها هذا الحامض وغادي نخليها يطيب تقريبا واحد ساعه الا ربع. غادي ملي تغلي هذيك ملي يطلع هذيك الغليه غادي نقص عليه العافيه متوسطه تقريبا ساعه الا ربع. هنا بعد ما طاب، هنايا لاحظتوا اللون ديالو تغير. هنايا طحنته، كنطحنوا بهاد الاله. تقدروا ديروه في مولينكس. وها هو الحامض ديالنا. نتمنى تعجبكم الوصفه، هي سهله تقريبا وجاتني سهله على الوصفات الاخرى، واش هي طيبه.